بالنسبة لموضوع التصحيح بتاع الثانوية العامة اللي اتكلمت عليه بتاع المكن اللي عامل زي التصوير ده، بيقول لك ان هو المفروض بيصحح الكتروني وبيشوف كل الاخطاء ولا اي حاجة. بناء على الكلام اللي انا قلته ساعة ما قلت لك لو الطالب او الطالبة كان معلم اجابة وطلعت ان الاجابة دي غلط وعلم علامة تانية، فالاجابة دي ما بتتحسبش، بتتحسب صفر. وبناء على كلامي كان في برنامج امبارح على قناة اللي هو اسمه الستات، بتاع الستات ده، في صحفي اسمه رفعت فياض، صحفي او كاتب اسمه رفعت فياض، اكد على كلامي الموضوع ده بان فعلا البابل شيت لو متعلم فيه علامتين هو ما بيقراهاش يبقى صفر. طيب حضرتك دلوقتي لو كل طالب في كل مادة او طالبة في كل مادة عمل سؤالين او ثلاثة بعلامتين ثلاثة غلط، انا اعرف ان الثلاثة غلط، 3 غلطات او 3 درجات يعملوا 1%، في 4-5 مواد يعني 5%. طيب 5% دي مش كفيلة انها ترفع من الدرجة بتاعت اي طالب وتدخله وتنقله من كلية لكلية؟ يبقى مش حرام ولا مش حرام؟ يبقى حرام ولا مش حرام الموضوع ده؟ كون انك انت تخلي لي التصحيح الالكتروني علشان خاطر انت قاصد انه يوقع الدرجات. وفي نفس الوقت بعض الناس لما عملت تظلمات امبارح والنهارده طلعوا عملوا فيديوهات وقالوا ان في بعض الطلبه بيقول لك ده مش تصحيحنا، وفي ناس لقت ان في ارقام جلوس مكتوبه على الورقه تحت بتاعه الطالب. يعني معنى كده ان الورق ده بيتغير في التصحيح او بيتباع او لاخره. امال ليه انا بناشد؟ ليه انا بناشد المكتب النائب العام، السيد النائب العام، بناشد انا وجميع اولياء الامور، انا وجميع اولياء الامور والطلبه ان هم حقهم ضاع. ليه بنناشد حضرتك ان انت تتدخل في الموضوع وتعمل تصحيح تاني يدوي انقذنا لان خلاص التنسيق نزل وخلاص والكليات بدات تعلن عن مصروفاتها والحياه هتبدا تمشي، ولا حياه لمن تنادي، ومفيش حد هيعبرنا ولا حد هيكلمنا، وضاع مستقبل عيالنا واحلامهم وطموحاتهم ضاعت وانهارت، واللي كان عنده اي حلم في حياته راح. يا سيدي لو ما كانش عنده حلم في كليه عاليه كان هيبقى في حلم تاني. ما انت دلوقتي ما عادش حد عايش على حلم واحد بيقول لك انا لو ما خدتش كذا هاخدش كذا، فانت ما خليتوش يلحق الاثنين بالمجاميع دي بالنسب دي. المستشار اللي طالع اسمه المحترم ده اللي اسمه عصام مهنا وقال ان في تظلمات او دعاوى قضائيه، اللي انا عرفته ان الدعوه القضائيه دي بكل طالب على حده، يعني ما يبقاش دعوه قضائيه مجمعه من جميع اولياء الامور او مجمعات. طب ما انا لو رفعت دعوه قضائيه دلوقتي حلني، هيقول لك في دعوه مستعجله وهتترفع وهتعمل، بس صدقني النتيجه مش هتبان الا بعد سنه. انا كنت استفدت ايه؟ يعني بعد سنه يجي يقول لك خلاص انت نسبتك عليت وارجع التحق تاني بكليه تانيه واخش فيها من اول من سنه اولى تاني بعد ما عديت سنه اولى. فالكلام ده ما ينفعش يا جماعه، الكلام ده لازم احنا في اسرع وقت. احنا خلاص يا جماعه احنا عدى علينا 4 ايام ولا 3 ايام في الموضوع ده ولا 5 ايام، عايزين نخلص. عشان كده انا بجدد صوتي تاني ومناشدتي تاني للسيد النائب العام انه يصدر قرار في اسرع وقت بتصحيح الاوراق تاني. واظن ده مش امر صعب، ده رجوع حقوق لناسها، رجوع حقوق لتعب مجهود شقه كافيه على الكتب، مصاريف اتدفعت، فلوس، اللي عمل جمعيه واللي باع حاجه واللي استلف وي 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 كل دون، وفي الاخر يطلع يجيب المجاميع دي. مش حرام؟ احنا مش مطالبين حاجه غير المساعده بس. ساعدونا ان احنا ناخد حقنا. وصدقني ما حدش بعد ما تاخد حقك ما حدش هيطلع يقول بقى ده فلان طلع كذاب ولا فلان طلع حرام ولا فلان طلع هو المخطئ ولا لا، كله هيتلهي بقى في ان الحمد لله مجموعه جه، وهيجري بقى يشوف تنسيقه هيعمل ايه. صدقني. عشان كده انا برضو برجع وبطالب في كل فيديو مناشدة السيد النائب العام المحترم انه يصدر قرار في اسرع وقت، يا ريت النهارده كمان، انه اعادة تصحيح ثانوية عامة 25 يدوي بسرعة وفي لجنة مستعجلة، علشان خاطر حقوق ولادنا ما تروحش، احلامهم ما تروحش، طموحاتهم ما تروحش، ما يبقاش عايشين على احلام يائسة وبائسة. من فضلكم ساعدوني عشان نوصل صوتنا للنائب العام.
واحنا مش عايزين ان احنا نقول في الفيديو نقدر نروح نقف قدام مكتب النائب العام ونتجمع وحشود لا، احنا مش عايزين كده. احنا مش عايزين، احنا عايزين صوتنا يوصل للنائب العام وهو سيادته يصدر قرار من نفسه باعاده تصحيح الاوراق دي مناشده. اعتبر ان احنا جينا دلوقتي يا سياده النائب وقفنا قدام مكتبك وبنطالب الموضوع ده، واظن الموضوع ده يعني اسهل حاجه ان هو تتعمل اعاده التصحيح عشان ارجاع الحق لحقه لصاحبه. ارجاع الحق لصاحبه. الطلبه اللي شقوا وتعبوا كان عندهم احلام وطموحات، اللي كان بيجيب سبعينات تسعينات في سنه اولى وسنه تانية وفجاه جاب ستينات وخمسينات في سنه ثالثه. ارجوك وارجوكم جميعا ساعدونا علشان نوصل صوتنا للنائب العام. شكرا.